يا ميم 9 ميم 9. ارسل يا ميم 2. خلي الشباب يستعدون لان قريب الموقع المداعم. الله يعطيك العافيه. اعطنا الجهاز يا خالد. من المسؤول عنكم هنا؟ ها؟ من اللي بيسجل البيت؟ الأوكار اللي الآن يمارس فيها الغش التجاري هذا عبارة عن ملحق أو مستودع سيارة طبعا ما عليها أي بيانات تجارية على أساس ما تكشف أي مؤسسة أو أي شركة. هذا الموقع هذه شرائح طباعة تبغى واصلة من المطبعة حاطين أمام المكيف عشان تنشف ما يصير الطباعة. الآن بنطلع الموقع لتنفيذ الطباعة. طبعا توضح هذه فلاتر زيت تجي من الصين يبدون يزورونها على انها ستيلكو ماركة وعلى انها اصلية وهي مقلدة. المطبعة تنحط على الفلاتر الزيت الصيني على اساس انها صناعة امريكية واستيلكو. طبعا هذه السكرات الآن جاهزة للغش تحمل علامة مرسيدس. هذه علامة مرسيدس يعني جميع أنواع العلامات حتى الألماني هذا العامل اللي ضبطناه الآن شوف يقول الحق والله في السكن في أكثر من 10 نفر. هذا باكستاني قل لهم عليك الباكستاني رايح إن شاء الله. مسكوت تجارة مسكون التجارة الحين ما عندنا أسرع عمي احلف والله في السكن يقول أسرع عمي مسكون التجارة الحين عندنا أسرع عمي احلف يحلفه والله في السكن في أكثر من 10 أشخاص. قل لهم أنتم والله ما عندكم شيء ولا أعرف عنكم شيء. كأنها الجرائم فيهم توصلت انهم جايبين الباركود حق الرقم عشان رقم القطع عن رقم القطع كذا زي ما يعمل في الوكالات وفي المنشآت الأصلية نفس الطريقة في موقع مخالف رقم الباركود تحط على القطع الغيار أساس يحسون انها منتجة أصلية وفي الوكالة ارقام غير ارقام اللي تضع من عندهم. الصينية تحضر من الصين بالشكل هذا وصينية القطعة صينية يعني شوف وتضع الآن على انها استيلكو وعلى انها صناعة أمريكية تورد من الصين بطريقة طبيعية يعني لأنها خلاص. هذه بلتات يتم طباعتها وهذه طابعة تم ضبطها يستخدمونها في تقليد الماركات والشركات. هذه كميات. موقع ثاني يتم فيه تخزين بلتات الطباعة. هنا نشوف اللي تخص شركات فورد جاهزة مطبوعات جاهزة بس يغلفون فيها قطع الغيار بكميات كبيرة تتجاوز مئات الآلاف. وهنا سيفونات جاهزة للبيع بعد التزوير كميات كبيرة. وهنا منتج له 3 شهور تم تزويره. هذه من الكراتين اللي تم ضبطها الآن ملصق من الكرتون الخارجي ما عليه أي بيانات ومن داخل مكتوب عليه موتور كرافت يعني علامة فورد. هذه طبعا منتجات شركة نيسان تحضر بالشكل بدون بيانات. هنا يتم وضع البيانات عليها نيسان ميد ان جابان. هذه طباعة داخلية. وهذه غرفة شوف ايش فيها. وهذه غرفة شوف ايش فيها. ولا شباب سجلوا المحاضر. يعطيكم العافية يا شباب. يتم الآن إغلاق الموقع. شاهدتم تم ضبط الكميات وإغلاق الموقع. وننصح دائما بأخذ قطع الغيار من الأماكن الموثوقة والتأكد منها.